عمرك تخيلت نفسك في عالم مفهوش شرابات؟ عالم تلبس فيه الجزمة على طول من غير طبقة الأمان والدفى اللي احنا واخدينها كأنها من المسلمات. الشراب ده مش بس قماشة بتدف في رجل، ده حكاية عمرها آلاف السنين، مليانة ملوك واختراعات وحاجات غريبة هتخليك تبص على الشراب اللي في رجلك دلوقتي بنظرة تانية خالص. وكمان هنعرف ايه اللغز الكوني اللي حير العلماء عن الشراب. بس يا ترى هو الشراب ده بدأ من امتى؟ وازاي ربط بين المصريين القدماء والرومان ورواد الفضاء وحضرتك في قصة واحدة؟ الحدوتة بتبدأ هنا في مصر، ومن أكتر من 1500 سنة في مكان اسمه أقصرينيخوس اللي دلوقتي اسمها البهنسة في المنيا. هناك لقوا أقدم شرابات في العالم معمولة من صوف وبصوابع منفصلة علشان تتلبس مع الصندل. يعني المصري القديم كان بيلبس شراب على صندل قبل ما الموضوع يبقى ترند على الانستجرام. المصريين كانوا بيعملوا الشرابات من صوف بألوان وزخارف مختلفة، وأحيانا كانت بتدل على المكانة الاجتماعية. اليونانيين اخترعوا شراب اسمه بيلوي مصنوع من جلد أو فرو الحيوانات، والرومان طوروه وخلوه من قماش منسوج وسموه أودون، وكانوا بيلبسوه مع الصنادل برضو بس مع فرق صغير. كانوا بيلبسوا طبقات من الشرابات علشان يزودوا الدفء اللي احنا النهاردة بنسميها ليرنج قبل ما تبقى ترند بكرون. في العصور الوسطى الشراب ما كانش بس للدفء، ده كان إعلان رسمي إنك غني. كل ما كان أنعم وأغلى وأطول كل ما دل إن مكانتك أعلى. وفي إنجلترا كان إهداء شرابات فاخرة للنبلاء هدية معتبرة. سنة 1589 الإنجليزي ويليام لي اخترع أول مكنة تريكو واللي غيرت صناعة القماش بالكامل. لكن أول منتج خرج منها ما كانش بلوفر أو شال، كان شراب. القصة المشهورة بتقول إنه اخترعها علشان حبيبته كانت طول اليوم بتغزل، فقال في نفسه ليه ما عملش مكنة تشتغل الغرز دي كلها مرة واحدة بدل ما تاخد أيام. ومن هنا طلعت فكرة مكنة التريكو. الحقيقة مفيش دليل، بس ده ما يمنعش إن الفكرة رومانسية وإن الحب يصنع المعجزات. الملكة إليزابيث الأولى رفضت تديله براءة اختراع، قالت الشراب خشن وخافت على شغل الحرفيين، فسافر لفرنسا وأخد البراءة من الملك لويس ال13. ومن هنا الشرابات بدأت تبقى أسرع وأرخص في الإنتاج. بس زمان كان الواحد بيملك شراب أو اتنين طول حياته، يتغسلوا يترقعوا ويتلبسوا تاني لحد ما يبقوا شبه شبكة الصيد. مع الثورة الصناعية المصانع دخلت على الخط، الشرابات بقت بتتعمل بكميات ضخمة وبأسعار أرخص. القطن سيطر على السوق لأنه مريح ومتين، والمرونة زادت بفضل الألياف المطاطية. فجأة الشراب بقى في متناول الكل مش بس الأغنياء. في الحروب الشراب مش رفاهية، ده مسألة حياة أو موت. أثناء الحرب العالمية التانية كان في نقص رهيب في الشرابات لدرجة إن بعض الجيوش ابتكرت حلول غريبة. روسيا مثلا ما بدأتش توزع شرابات لجنودها غير سنة 2013. قبل كده كانوا بيلفوا رجليهم بقطع قماش اسمها بورتيانكي، وكانوا مقتنعين إنها أدفى وأسهل في الغسيل. مدينة داتانج في الصين بتصنع 8 مليار شراب في السنة، يعني شراب لكل إنسان على الكوكب. أينشتاين كان بيكره الشرابات، بيقول إنها بتتخرم عند صباعه الكبير. أنا رأيي المشكلة دي كانت تتحل إنه يقص ضوافره. ناسا بتعمل شرابات مطلية بالفضة لرواد الفضاء، وفي نيويورك في بطولة للعالم لأكتر شراب ريحته وحش. في بطل عالمي في الموضوع ده. الشراب مش بس شكل ولا بس للدفء، ده بيحميك من القرح والبكتيريا. والشرابات الضغطة بتحسن الدورة الدموية، وحتى لبس الشراب في النوم ممكن يخليك تنام أسرع وتدفي رجليك أكتر. النهاردة الشراب مش بس حاجة عملية، ده موضة. في شراب فورمال، شراب رياضي، شراب أطفال، شراب مضحك، وحتى شرابات عليها صور وش. وفي حكايات تانية الشراب نفسه ممكن يتحول لبابت، يعني نفس الشراب اللي كنت لابسه في الشارع ممكن يكون بطل مسرحية. لكن مهما كان الشراب جميل في لغز كوني محير العلماء بيسموه متلازمة الشراب المفقود.
الظاهرة اللي بتحول كل غسالة لعالم موازي بيعيش فيها كل الشرابات اللي اختفوا من حياتنا للأبد، والعالم الموازي ده مفهوش فردتين شراب شبه بعض. يمكن الشراب حاجة بسيطة، لكن وراه حكاية مجنونة، وياما حاجات حوالينا شكلها عادي لكن تاريخها أغرب من الخيال. استنوني في الحدوتة الجاية، وياريت لو عجبتكم الحكاية لايك وشير، وقولولي تحبوا نحكي عن إيه المرة الجاية.